مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية المفصلة الخاصة بأحوال الطقس في الجزائر. قبل الخوض في التفاصيل نرجو من المتابعين والمتابعات الاشتراك في قناتنا ودعمنا وتشجيعنا وكذلك الإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. بداية، خلال هذا الأسبوع ستتغير الحالة الجوية في الجزائر مع اقتراب سلسلة من الاضطرابات الجوية بإذن الله. تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون غائمة على الولايات الغربية ووسط البلاد والولايات الشرقية، مع نزول قطرات مطرية محتملة وانخفاض في درجات الحرارة في دول شمال إفريقيا من بينها المغرب والجزائر وتونس. كما تشاهدون نزولا منخفض جوي قطبي على إيطاليا وجنوب إسبانيا، مما يسمح بمرور بعض الكتل الهوائية الباردة على الجزائر والمغرب، وقد تعطي بعض القطرات المطرية المحتملة، لكن هذه مجرد توقعات للحالة الجوية حسب توقعات المراصد الأوروبية وخاصة المرصد الأوروبي والجفا الأمريكي. تبقى هذه مجرد احتمالات وتوقعات، ولا يعلم الغيب إلا الله. كما تشاهدون إخواني وأخواتي عبر الأقمار الاصطناعية، التوقعات للأيام القادمة تشير إلى تغييرات في الحالة الجوية، ودائما يتم نشر كل جديد في هذه القناة. وختاما نقول لجميع المشاهدين والمشاهدات إن هذه مجرد توقعات والعلم لله وحده.